اسمع كده معايا، هي عملت أكتر من mistake في الجملة دي. After I have breakfast I go to pray التراويح. بتقول إيه؟ بتقول after I have the breakfast I go to pray التراويح. طيب ثانية واحدة، عشان الجملة دي فيها أكتر من mistake. أنت واخد بالك أصلا أول mistake إيه؟ after I have. هو أنا ينفع أحط two verbs مع بعض في جملة واحدة ولا بنحط verb واحد؟ فأنا لازم أشيل واحد فيهم، هيبقى إيه بقى؟ فأقول after I have، هنشيل am. طيب هي اسمها بقى breakfast ولا breakfast؟ breakfast مفيش fast، sound ده مش موجود، فبنقول عليها break fist. أقول after I have my breakfast I go to pray. انت عارف يعني ايه بقى كلمة pray دي؟ pray دي يعني نهق. والله زي ما بقولك كده صوت الحمار. متخيل؟ فكلمة pray I go to pray، فما نقولش بقى pray، هي بقى قصدها تصلي. يصلي بقى يعني ايه؟ pray طلع هوا فيه. فما نقولش بقى pray، بنقول I go to pray التراويح. تعالى بقى نجيب الجملة تاني من الأول. ما ينفعش أقول I am have، هنشيل am ونحط have بس. After I have my breakfast مش breakfast. I go to pray، طلع هوا فيها. I go to pray التراويح. سؤالي بقى ليك النهاردة، تعرف ازاي نقول سحور بالإنجلش؟ وجبة السحور بالإنجلش نقولها بالإنجلش؟ اكتب لي في الكومنتس لو انت عارف.